مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنروح على واحد من اكبر واشهر واجمل المطابخ العربية. هنروح على المطبخ السوري. سوريا بتتميز باكلاتها بصراحة رائعة جدا جدا ما شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض الكبة المقلية والمشوية. بصراحة حاجة جميلة جدًا، يعني بمجرد ما بندخل على مطعم سوري بنطلبها بالاسم. يالّا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة والمقادير على طول. المقادير عندي هنا ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلتين متقطعين، ملح وفلفل أسود وبابريكا ورشة من القرفة. المقدار ده على نُص كيلو برغل، ده الحشو بتاع نُص كيلو برغل. هجهز العصاج سمنة أو زبدة أو زيت المتاح عندك. هنزل بالبصل. أنا هنا قلتلكوا دول بصلتين وسط على ربع كيلو لحمة. حابة تخلي البصل أكتر من كده أوكي، حابة تخلي اللحمة هي اللي أكتر من البصل أوكي، حابة تخلي مقدار اللحمة قد مقدار البصل براحتك تماما. زي ما قلتلكوا المقدار ده الحشوة بتاعت نص كيلو من البرغل. فضلت أقلب فيها لحد ما وصلت للون الذهبي الشفاف. بعد كده هنزل باللحمة بتاعتي. تمام. هقلب فيها كده بقى. ممكن انتي بقى تزودي المقدار حسب ما انتي محتاجة. انا هنا هعمل نص كيلو برغل بس لانه ما شاء الله كمان البرغل بيرمي، فخدي بالك. المقدار بقى اللي انا هعمله ده هيكفي حوالي 4 افراد. فيبقى نص كيلو البرغل انتي بتخلطي معاه ربع كيلو من اللحمة، وبتحشيه بربع كيلو من اللحمة تاني. تمام. هنا بعد ما اللحمة لونها افتح نزلت بالتوابل بتاعتي اللي قلتلكوا عليها، ملح وفلفل اسود ورشة من القرفة والبابريكا. وما تزوديش اكتر من كده علشان التوابل ما تغطيش على طعم اللحمة. ونفس الشيء برضو في التوابل بتاعة العجين نفسها. هنسيبها تستوي لغاية ما تشرب كل السوائل بتاعتها تماما. معانا هنا نص كيلو من البرغل مغسول ومتصفي، ما تنقعهوش، لو نقعتيه الكبة هتبقى طرية ما فيهاش قرمشة. هحط معاه ربع كيلو لحمة مفرومة، انا بس نسيت اصوره في المكونات. كمان البرغل ده اشقر، انا استخدمته، بفضل الاشقر. عايزة تستخدمي الغامق براحتك. معهم بصلاية وملح وفلفل اسود وبابريكا وقرفة. المية ملهاش عيار ثابت، على حسب ما العجينة هتاخد معانا هنزود حبة بحبة بالتدريج. البرغل هناخده 3 مرات في الكبة لغاية ما ينعم، واللحمة هناخدها مرة لوحدها الأول في الكبة وبعدين هنخلطها مع البرغل. أخدنا اللحمة على الكبة، حطينا عليها قطعة تلج علشان كمان لما نضربها يبقى القوام بتاعها كريمي. ما تبقاش لينة وسايلة، أنا عايزاها تبقى متماسكة برضو، يعني لينة ومتماسكة في نفس الوقت. هضربها لغاية ما تاخد القوام الكريمي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ أنا عايزاها تبقى ناعمة خالص خالص، ما تخليهاش شايفين. هضربها كمان كده يعني لفتين اهو، عشان انا عايزاها تاخد القوام ده. ناعمة جدا جدا. تمام. هنضرب بقى البرغل، هناخده اول وش. وطول ما انا برضو شغالة كده يعني هزود معلقتين مية بحيث ان هي تنعم وتلف معايا كمان في الكبة. هنزل كده من الحروف علشان كله يتطحن كويس. شايفين انا بزود بالمعلقة، حطيت معلقتين مية بالعدد. كده احنا خدنا البرغل بتاعنا كله
أول لفة أو أول وش في الكبة بدون أي إضافات، لسه هنبدأ بقى نضيف الإضافات بتاعتنا. هنحط ملح وفلفل أسود وقرفة وبابريكا. لو ما عندكيش بابريكا تقدري تحطي هريسة حمرا أو الفلفلة الحمرا، يعني الفلفلة الحمرا بيدوا طعم ولون حلوين جدا جدا. هنحط كده وهنقلب كل الكلام ده. الملح طبعا براحتك بقى حسب الرغبة، هتزودي هتقللي براحتك خالص. هعجن كده بإيدي علشان أحس العجينة، يعني تحسيها ناشفة محتاجة مية هتزودي المية. فزي ما قلتلك المية ملهاش معيار ثابت، بنحطها حسب ما العجينة بتحتاج، لأن البرغل يا جماعة عامل زي الدقيق. في برغل بياخد مية كتير، في برغل بياخد مية قليلة. فشُفتِ هنا لمّا قلّبت وحسّيت إن هي عايزة مَيّة، زوّدت حاجة بسيطة خالص، يعني معلقتين مَيّة كده. فهنزوّد المَيّة بالتدريج، ما تقلبيش المَيّة مرّة واحدة، هتلاقي بقت ليّنة منِّك ومش عارفة تتصرّفي وتلمّيها اتبهدلت. لو تاخدوا بالكم أنا عمّالة بازوّد بالمعلقة، يعني معلقة، معلقة وباقلّب. خلاص، هاضيف عليها البصل. يبقى إحنا خدناها أول مرّة في الكبة، البرغل لوحده بدون أي إضافات. تاني مرّة أهو أنا حطينا الإضافات وحطينا الإضافات اللي هي التوابل يعني، وبعدين حطينا البصل وأخدته على الكبة. ده تالت وش والأخير هاضيف عليه اللحمة اللي إحنا ضربناها في الكبة ونعمناها خالص خليناها بيوريه. هاخلط بقى اللحمة مع البرغل. تمام. وهاخدهم آخر مرة على الكبة. طيب عايزة أقول حاجة، لو أنتِ مثلًا حصل وغصب عنِك زوّدتِ المَيّة وبقت العجينة ليّنة معاكِ جدًا، جدًا لدرجة إنِك مش قادرة تمسكيها تشكليها، حطّي بقسماط مطحون، بقسماط بدون أي إضافات، هتلِم معاكِ وهتبقى حلوة وهتعرفي تشكليها. شايفين؟ هنبتدي نحشي الكبة بتاعتنا أو زي ما بيقولوا هنكبكب الكبة. ده زيت، تقدري تستخدمي زيت نباتي أو مَيّة، بس أنا بافضّل الزيت. وده علشان العجينة ما تلزقش في إيدينا وإحنا شغالين. هناخد بقى قطعة كده صغيّرة من العجينة، وبعدين هاعملها كده بصباعي كإني بقى باقوّر كوسة، بابري قلم. بُصّي إيديّا شغّالة، صباعي شغّال عمّال بيلِف، وترقّقي خالص الكِبّة. كل ما كان السمك بتاعها رفيّع كانت أحسن واستوت أحسن. هنحشيها بقى لحمة مفرومة وهنقفل عليها. ما تستعجليش عليها خالص، يعني بالراحة كده علشان تطلع معاكي الحاجة مظبوطة. تمام. أنا آسفة أنا مش واخدة بالي إن إيدي مش باينة في الكاميرا. هنعمل لها بقى البوزة دي يمين وشمال عشان تاخد شكل الكبة. تمام. هعمل معاكم واحدة تانية وتالتة علشان بس أتأكد إن الطريقة واضحة. يبقى يا جماعة علشان ناخد كبة ناجحة، أولًا المفروم يبقى خالي تمامًا من أي سوائل، يعني خلّي المَيّة بتاعته ناشفة ما يشرب كل السوائل بتاعته. وكمان لو هتحطّي مكسرات على العصاج، استني لمّا العصاج بتاعِك يبرد خالص وبعدين ضيفي المكسرات، علشان تفضل مقرمشة وما تبقاش طرية وتيجي تاكليها كده تلاقيها طعمها مش ظريف. فاستني لمّا اللحمة بتاعتِك تنشف وبعدين ضيفي المكسرات بتاعتِك. شايفين مش مشقّقة إزاي؟ شايفين بجد العجينة ناجحة جدًا. كمان مقدار المَيّة زي ما قُلت لكم ما تستعجليش عليه، حُطّي حبّة، حبّة علشان ما يزيدش منِّك المَيّة والدنيا تتبهدل وما تعرفيش تعملي. أو كمان تكون المَيّة مقدارها قليل هتلاقي العجينة منِّك شقّقت وما بقتش حلوة. طيب لو وأنتِ عمّالة بتعملي الكبة كده بتكبكبيها زي ما قُلنا، لقيتيها مشقّقة، بمَيّة كده بِلّي صباعِك مَيّة وملّسي عليها من برّه، هتلاقي الشقوق دي اختفت تمامًا.
وبالنسبة زي ما قلت لك، لو لقيتي العجينة بقت لينة منك حطي بقسماط مطحون عليها، ما تقلقيش مش هتحسي بأي اختلاف، هتبقى حلوة جدا وناجحة جدا. شايفين العجينة ما شاء الله. هنقلي بقى الكبة بتاعتنا في زيت غزير ويكون سخن. بصراحة أنا جبت حلة صغيرة عندي مش باستخدمها. قلت بقى أحط فيها الزيت، لأن انتي لو حطيتي في الطاسة هتستهلكي كمية زيت كبيرة جدا. فلا، انتي أي حلة قديمة عندك مش بتستخدميها تكون صغيرة، هاتيها وحطي فيها الزيت، هيبقى زيت غزير معاكي. خلاص، سخني بقى الزيت وانزلي بالكبة بتاعتك، ما تزوديش عن 3 قطع علشان الكبة تاخد راحتها في السوا وتاخد لون حلو. وكمان وهي على النار ما تقعديش تقلبي فيها كتير عشان ما تتبهدلش منك. خلاص، هي كده خدت لون حلو، هنطلعها وهنخلص كل الكمية بالطريقة دي وباللون ده. لونها حلو قوي ما شاء الله. هاخد بقى جزء من العجين هشويه على الجريل، هديله دهنة كده بسيطة من الزيت، وبعدين هنزل براس البرغل. هو انا مش هكتر بصراحة، انا هعمل كام واحدة كده، لان احنا مش بناكلها مشوية، احنا بنحبها اكتر مقلية. بس انا هشوي معاه كده كام واحدة عشان يبقى برضو كده عملنا مقلية ومشوية. تمام، احطها بقى كده، ولما تتشوي الوش ده يتشوي هقلبها على الوش التاني. تمام، يعني 5 دقايق كده وهطلعها. الكبة خلاص كده جاهزت، حطيناها بقى في صينية تقديم. شكلها حلو جدا ما شاء الله، وريحتها كانت تحفة جدا. وشايفين من جوه مستوية وحلوة قوي قوي. عايزة اقول لكم نص كيلو برغل رمى كمية كبيرة ما شاء الله، يعني ما شاء الله بجد. شايفين الصينية كبيرة ومليانة. انا كنت قلت لكم ان نص كيلو انا عاملاه يكفي 4 افراد. طبعا بالكمية اللي رماها دي يعني ما شاء الله هيكفي لحد كمان 6 افراد. عملنا كمان منها مشوية، عملنا كبة مقلية وكبة مشوية، ما شاء الله الكمية محترمة جدا جدا. احنا لما بندخل اي مطعم سوري بناخد الكبة دي بالقطعة. القطعة عاملة حوالي 5 أو 7 جنيه. شوفي انتي بقى لو الكمية اللي قدامك في الصينية دي كلها يعني هتدفعي كام. فلا، احنا من نص كيلو عملنا كمية محترمة فعلا. وحاجة جميلة ونظيفة بعمايل ايدك. فبجد ما شاء الله حلوة جدا. صنف بجد بتاع عزومات وشكله شيك. وطبعا ده اساسي كمان في رمضان، من الاطباق الحلوة جدا في رمضان. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتك. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. لايك كتير، شير كتير، كومنتس كتير عشان الفيديو يتفعل. اشكرك، سلام.